ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل القشطوطه باسهل طريقه ممكن تعمليها في البيت، بمقادير سهله وبسيطه، ومقادير كلها موجوده في البيت. هنعملها احسن من تشتريها من بره بالغالي. هنعملها في البيت باسهل الامكانيات، باسهل طريقه وبأقل الامكانيات. تابعوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات على قشطوطه النهارده ايه. وما تنسوش اللايك. شايفين ما شاء الله جميلة جدا واحسن من اللي جاهزة كتير كتير. ويلا ندخل على الطريقة والمقادير على طول. معانا هنا كوباية سكر، ومعانا هنا كوباية اللبن اللي هو الحليب، وثلاث بيضات كبار، ثلاث بيضات او اتنين كبار، عليهم فانيليا وعليهم نص كوباية زيت. هنحط ده كله في الخلاط. ومعانا كوبايتين ونص دقيق، وعليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر. تمام. انا هضرب المواد السائله كلها في الخلاط ضرب كده جامد، يعني عشان تبقى السكر كده يدوب تبقى كويسه. وبعدين نضيفهم بقى على الدقيق مع التقليب كده بالمضرب اليدوي. الدقيق كوبايتين ونص، وعليهم معلقه كبيره بيكنج باودر. قلبت كله مع بعضه كده بالشكل ده، وهصبهم بقى في صينيه وندخلهم الفرن. تطلع معانا بالشكل ده كده بعد نص ساعة من الفرن، او على حسب الفرن بتاعك. نسيبها تبرد تماما، ما نحطش عليها اللبن الا ما تبرد. هيبقى معانا كده كوباية لبن، نضيف لهم معلقتين سكر او معلقة سكر على حسب التحلية اللي انت عاوزاها. ونخرم الكيك كده بالسكينة او بخلة او باي حاجة، ونسقي بيها ونصب اللبن عليها. تمام. ونسيبها بقى على جنب تتشرب كده اللبن اللي فيها كله. وهنحط كده نص كوبايه كريم شانتيه، عليها معلقتين كريمه بستري، عليها قشطه لو عندك، وعليها لبن، وعليها ربع كوبايه سكر. ونضربهم كلهم في العجان بالشكل ده كده. وبعدين ناخد كده نص الكريمه ونحطها، والنص التاني هنحطه في كيس حلواني، نخرمه كده خرم صغير، ونعمل الخطوط اللي بنشوفها في المحلات كده. الترند اللي شغال بقى اليومين دول اشطوطه ابو لبن واشطوطه مش عارفه ايه، واحنا بقى نعملها في البيت وما نشتريهاش من بره، وتبقى غاليه. نعملها كده في البيت على قدنا وتبقى حلوه. عندنا بقى بسكوت لوتس مفروم، هحطه كده على الكريمه من فوق عشان نعملها كده بطعم اللوتس. وهنعمل خطوط برضو باللوتس على الوش كده من فوق، بس المقطع اللي اتحذف للاسف. دخلتها بقى التلاجة حوالي ساعة او ساعتين، ولو باتت هتبقى احلى كمان بكتير. تبيتها في التلاجة لو حابة ان هي تبات. احنا هنا كنا بعد ساعة، ما كملوش ساعة في التلاجة او ساعتين، وما شاء الله كانت جميلة جدا. طلعناها بقى بالشكل ده، ونفس الحجم اللي بنشتريه من عند ابو لبن، ويمكن اكبر كمان. شوفوا الكمية دي طلعت معانا كام خرطة. ادي 6 قطع كبار جدا. لو اشتريتها من بره شوف هتشتريها بكام، وشوف احنا هنعملها بكام وهنوفر قد ايه. ما تنسوش اللايك. يلا سلام.